السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرقوا مرتين. المرة الأولى كانت عام 1966 في نهائي كأس العالم في إنجلترا. المرة الثانية كانت عام 1983 في البرازيل، وسرقة من قبل جناة ولكن الشرطة لم يجدوه نهائيا. فضلا وليس أمرا ضع إعجاب بل الفيديو واشتركوا في القناة وفعل الجرس تشجيع لنا بنشر المزيد. قصة سرقة كأس العالم، والتي حملت اسم رئيس الاتحاد الدولي وباعث مسابقة كأس العالم الفرنسي جون ريمي. قدمت جون ريمي الكأس إلى الاتحاد الدولي ليكون مبتغى المنتخبات المتنافسة على المسابقة الجديدة، والتي انطلقت عام 30 من القرن الماضي وكتب لها التواصل إلى يومنا هذا. وقد مر هذا الكأس بعدة فترات صعبة، أولها حينما اندلعت الحرب العالمية الثانية وإضطر نائب رئيس الاتحاد الإيطالي لإخفائه تحت سريره خوفا عليه من السرقة قبل أن يعيده إلى المنافسة بعد 12 عاما في مونديال عام 50، إلا أن ما سلم منه الكأس أيام الحرب وقع في أيام السلم. ففي نهائيات كأس العالم عام 66 في إنجلترا فوجئ الجميع باختفاء الكأس الذي كان معروض في لندن ضمن معرض للطوابع البريدية، وكان في انتظار انطلاق المنافسة. وبقى الجميع في ذهول بينما تولى بوليس اسكتلاند يارد عملية البحث عنه، وبعد عناء تم العثور عليه بفضل كلب دخل التاريخ. وقد وجد الكأس مدفون في حديقة تقع في إحدى ضواحي لندن. وتبين أن الرجل الذي سرق الكأس كان هوسا بكرة القدم مشعنت عصبا للمنتخب الإنجليزي، وربما كان يخشى أن يذهب الكأس للمنتخب البرازيلي الذي كان يسيطر آنذاك، فأقدم على سرقته، وكلفه ذلك دخوله السجن حيث تابع فوز المنتخب الإنجليزي فيما بعد في الدور النهائي ضد ألمانيا من وراء القضبان. وقد سلم الكأس في المرة الأولى، إلا أن الأيام أكدت أن لعنة السرقة تتابعه، فبعد أن فاز به المنتخب البرازيلي للمرة الثالثة عام 70 بانتصاره الكاسح أمام إيطاليا وامتلاكها بشكل نهائي، واضطرار الفيفا إلى صنع كأس جديد صممه الإيطالي دي سيلفيو كازانيجا، وضع الكأس في خزائن الاتحاد البرازيلي. لكن وبعد 13 عاما بالضبط، تحديدا في 20 من ديسمبر من عام 83 عاد ليختفي مجدا، ولكن هنا بشكل نهائي، حيث سرق من خزانة الاتحاد البرازيلي، وفشلت الشرطة في العثور على الجنات. وتبين فيما بعد أنه صهر وتم بيعه في السوق السوداء على شكل سبائك، إلا أن الذاكرة بقيت حتى وإن صنع نسخة من نفس الكأس، حيث تم صنع نسخة منه في ألمانيا، وتم تسليمه إلى الاتحاد البرازيلي في منتصف عام 84 لتوضع تحت حراسة مشددة، وهو موجود هناك إلى الآن مخلد ذكرى أفضل منتخب في تاريخ الكرة البرازيلية.